رحت جايبه 5. اتاري ال5 تقريبا عندهم مرض. حطيت دول مع دول، بصيت لقيت كل بط عنده اسهال رهيب. قعدت اعالجه بقى. مره احط له انتوسيد، ومره الخل، ومره انتونال. اسهال رهيب، اداني كل الالوان، الابيض والاخضر كله. تنتني وراه الحمد لله لغايه ما شم نفسه، ومعاه كتاكيت اهي رفيع الحمد لله. وربنا يديكوا يا رب ويعطيكوا. اي نعم انا بخسر، ما اكذبش عليكم، في حاجات بتموت مني، بس ايه، عندي غيه ان انا اربي الطيور الحمد لله. والبط السنه اللي فاتت ربنا كرمني وجبت 20 بطه، ماتوا واحده، بقى 19. فرقت على الاهل والاصحاب والجيران والله. وحياه ربنا انا ما باكل في الطيور ولا اللحمه قوي، بس عندي غيه ان انا ايه، عندي غيه ان انا اقعد اربي الطيور وانضف لها. مش انا اللي بنضف صراحه، انا باجر واحده وتيجي تنضف السطح. اديكوا شايفين السطح، انا قاعده على السطح اهو، الزرع والورد والجمال اهو والياسمين الحمد لله. ده اللي ايه متعتي او زيارتي اليومين دول، بعد ما جالي قعدت من الشغل وعلى المعاش، فكان جالي حالة اكتئاب بقى، لان كنت متعودة اروح الشغل واجي واعمل. فبصيت لقيت نفسي في عزلة تامة، لا بخرج ولا بروح ولا جين. فانا بقول لكم اشغلوا نفسكم باي حاجة تحبوها، لان لو حبيتوا الحاجة هتلاقي الحياة حلوة والجو جميل. وانا طالعة اسلم عليكم وارحب بيكم واقول لكم يا رب يسعدكم ويخليكم. وبشكر الاخت السعودية الجميلة الله يبارك لها ويديها الصحة ويكبر بخاطرها، زي ما جبرت بخاطر اياد وبعتت له اغلى هدية هو واخوه. ربنا يسعدك يا ام عبد الرحمن، حاجة ام عبد الرحمن، ربنا يسعدك ويكبر بخاطرك. اما عرفت ان اياد تعبان وكان عنده حالة نفسية الحمد لله وبتعالج وكويس، جات له حالة نفسية جامدة، وربنا كرمنا الحمد لله وبياخد الأدوية وبتحسن. روحي ربنا يكبرك دنيا وآخرة. أما عرفت يا عيني بعتت له أغلى هدية هو وأخوه، كل واحد هدية. ربنا يسعدك. هي قالت لي ما تقوليش اسمي ولا تقولي لي هدية، بس أنا صراحة يعني مش عارفة أقول لك أشكرك إزاي. وربنا يكبر بخاطرك وبدعي لك، لأن هو لما لقى الهدية دي صراحة فرح قوي، وأنا ما كنتش أقدر أجيبها له صراحة، هي غالية جدا الهدية صراحة، وخصوصا أنا بجيب ليه ولأخوه، ما بقدرش أجيب لواحد وواحد لأ، يقطعوني وياكلوني لو أنا جبت لواحد وواحد لأ. والحمد لله ربنا معاهم، وربنا معوض مخلف يا أولاد، ربنا ما بينساش حد. ربنا عوضه بناس كتير قوي يحبوه، وناس كتير قوي يكبروا بخاطره، وناس كتير يفرحوه. وهو صراحة دلوقتي واخد اجازة من مدرسة، وهو مش هيروح الا على العام الدراسي الجديد لما يخف ان شاء الله. واحنا بنحاول انا وابوه وعمه وعمته كلهم، كل اللي خارج ياخدوا فسحة هو واخوه، وربنا معاه ويسعده. والدكتور النفساني قال كده، قال لازم يخرج كتير ويتفسح كتير وينسى شوية، ينسى حالة الاكتئاب اللي هو فيها. وربنا يشفي كل مريض يا رب يتألم ولا يتكلم. وبشكر أهل السعودية كلهم أهل الكرم، هم لاش يستاهلوا إن الخير ده كله هو ربنا اداهولهم، لأنهم هم فعلا خيرين. بشكر أهل السعودية كلهم وأهل الوطن العربي كلهم، والجزائر والسعودية والأردن، كل البلاد وسوريا وكل البلاد العربية يكبر بخاطرهم يا رب، يا رب يكبر بخاطرهم. الحاجة توحة وكل اللي بيسأل عليهم يا رب بحق النبي، يا رب يا حاجة توحة ربنا يكرمك ويكبر بخاطرك يا رب ويديك. أم العيال شقة وتعب، بس هم سنة الحياة. احنا مرينا بظروف صعبة قوي 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 عشان اياد، وانا ان شاء الله يعني عداله، انا وجده وعمه وعمته كلهم الحمد لله. وقعدنا من الدراسة فترة، خدنا له اجازة وربنا يشفيه ويعافيه.
ويحبب في خلقه يا رب، يا رب يحبب في خلقه. وكل الناس هنا بتحبه وتسأل عليه الواتس، وهو كمان بيعاني بيتصل بيهم، بياخد الواتس بتاعه ويتصل بيهم ويقعد يسألني عليهم واحد واحد. ربنا يشفيه ويعافيه. قال ان انتوا ما كنتوش لحقتوه، الدكتور النفسي قال كانت حالته هتتدمر. الحمد لله ربنا معوض مخلف، وربنا يشفيه ويعافيه يا رب. وبشكر الحاج ام عبد الرحمن، الهي يسعدك دنيا واخره. بعت لهم هدايا غاليه جدا جدا. انا صراحه ما اكذبش عليكم، ما كنتش اقدر اجيب الهدايا دي صراحه، يعني صراحه ما كنتش اقدر اجيبها. فربنا يكرمها ويوسع رزقها يا رب، ودايما تتصل بيه وتسال عليه، وهو يحبها قوي. يقول تيتا ام عبد الرحمن. ربنا يخليك يا حاجه وتكبري بخاطر كل العالم، ويوسع رزقك يا رب، ويوسع اهل السعوديه رزقهم، ويكبر بخاطر الناس كلها يا رب بحق جه النبي. وشكرا شكرا ان انا دايما اصحابي وحبايبي وولادي واحفادي دايما جنبي. ربنا يخليكم. وانا مهما قلت ومهما دعيت لكم مش كفايه والله، مش كفايه. ده تقول له اطلب اي حاجه يا اياد وانا ابعتها لك، وعايزه تعمل له تبعت لي انا وهو نعمل عمره، فربنا يسهل. بس انا ما صحتي تتحسن هروح اخد اياد عشان يشرب من ميه زمزم هناك، وربنا يكمل شفاء على خير. شكرا يا حبايبي. والصوره اهي هو بيحب البط والفراخ، يقعد يضرب فيهم ويجري وراهم. ربنا يخليكم ويكبر بخاطركم جميعا يا رب، يا رب يكبر بخاطركم، سواء في مصر او في السعوديه او في العراق او في الاردن او في الجزائر وسوريا وفلسطين، ويرحم شهداء غزه يا رب، يا رب. وكل واحد بلده ترجع زي الاول واحسن. انا مش هطول في الكلام لاني انا بنهج ومش عايزه اتكلم. اياد تخلص عليا والحمد لله. كان قايم بدور شديد قوي قوي البط، والحمد لله. هبه الرئيس يا ولاد اللي بتربي الطيور بصراحه بتقول تعليقات جميله للبط والفراخ، وعلاجات حلوه ربانيه كده من البيت. اديتهم خل، اديتهم انتونال، اديتهم فلاجيل، اديتهم زعتر. يعني طول ما انا قاعده عماله اديهم لغايه الحمد لله الاسهال ما منعهم، بداوا يشدوا نفسهم. دي تجربتي مع البط، قعدت مده كل يوم اعمل لهم، بس ماتوا دي 7. يلا الحمد لله. فدا اياد، فدا اياد واخوه، ربنا يخليهم ويعوضهم خير يا رب، يعوضهم خير، يعوضهم ولاد الناس المحترمين الطيبين اللي بيسألوا على اياد وزياد، سواء زمايله امهات زمايله في المدرسه. والله يا عيني زمايله بيروحوا يحكوا ان اياد تعبان لوالدتهم، الوالدات يعني استسلوا اياد. وانا خدت له اجازه بقيت الترم ده واللي جاي كمان لغايه اما نفسيته تروح، هو الدكتور بامر من الدكتور، لان اياد كانت حالته صعبه جدا. وبعدين هو يا عيني ما كانش بيتكلم، كان نفسيته تعبانه ومريض وحالته صعب جدا. فالحمد لله ان هو وقع في ايدي انا وجده وعمه وعمته وخالاته اللي هم اخواتي انا، وربنا يكرمهم دنيا واخره يا رب. واللي يجعل واللي يعمل حاجه خير، خير يا ولاد، خير. الخير في امتي الى يوم الدين، مفيش حاجه بتروح، كله عند الله. وربنا يسعدكم، ده ما سعدتوني. ومع السلامه يا حبايبي، وحشتوني وحشتوني وحشتوني. بقالي كتير ما عملت فيديوهات لاني انا نفسيا كنت تعبانه اكتر من اياه، والحمد لله. واخوه تعبان بس على خفيف برضه نفسيا يعني. الحمد لله، الحمد لله. وربنا عوضهم خير، عوضهم في ابوهم، حنية ابوهم. وابوهم صراحه واقف لهم على رجل وبيعمل لهم كل حاجه. كل الناس يقولوا له اتجوز، يقول لهم لا مش هتجوز، انا عندي ياد وزياد بالدنيا. فالحمد لله ربنا قويه بقى. هقول ايه؟ هقول له يا ابني انا افرض نط ولا حاجه، يقول لي ربنا موجود، ربنا معوض مخلف. اهو البط اهو حالته صعبه جدا بس الحمد لله بقى احسن. وادي الفراخ. الى اللقاء حبايبي، واشوفكم على خير يا رب.